لا يمثلان حتى الآن يعني ايه لغز في من ساعة الثورة لحد دلوقتي، من توليهم السلطة حتى رحيلهم وعبر ال 18 شهر اللي تولوا فيه إدارة المرحلة الانتقالية، وبعدين سلموا البلد في انتخابات رئاسية حرة. المشير ظهر في مؤخرا من يومين في حفل فرح نجل اللواء ممدوح عبد الحق. احنا معانا شوية صور كده لأول ظهور علني للمشير طنطاوي، لو نشوف الصور شباب. اهو المشير اهو في حفل اللواء، فرح نجل اللواء ممدوح عبد الحق، وهو في الصورة مع انا شايف الكاتب الصحفي مصطفى بكري اللي برضو يعني بنبارك له، لانه فرح بنته كان من كام يوم في دار الدفاع الجوي، وكان فرح يعني كبير جدا وكل رموز مصر كانوا موجودين. بنبارك للاستاذ مصطفى. ظهور المشير الحقيقة ما شاء الله يعني تبدو عليه علامات الصحة الجيدة والبهجة والمشاركة في الأفراح، حاجة لطيفة جدا. واضح انه كان في حفاوة من الرموز اللي كانت حاضرة الفرح. دي صور المشير طنطاوي في الفرح. اهم حاجة ان هو طبعا تفادى بدقة وبعناية وباقتدار انه يعلق على اي حدث سياسي خلال فترة وجوده. طبعا حواليه ناس كتير مش مضمونين اذا كانوا صحفيين ولا مش صحفيين، والصحفيين طبعا ما بيعتقوش في الحاجات اللي زي دي، لكن طبعا دي مشاهد الحقيقة انا بعتقد انها مهمة، لان ظهور المشير على هذا النحو بيؤكد انه يعني في استقرار في علاقته مع مؤسسة الرئاسة وعلاقته بالرئيس، وفي اطمئنان لديه من كافة البلاغات المقدمة ضده هو والفريق سامي عنان، واللي عادة بتتحول حسب القانون اللي هم برضو عملوه الى القضاء العسكري. المشير طبعا ما اتكلمش في حاجة في السياسة، لكن انا يمكن قلت الكلام ده مرات قبل كده، فكرة ان احنا عايشين لسه في غموض. يعني الثورة التي كان من المفترض ان تحرر كل شيء لم تحرر ابدا المعلومات، يعني كل الحاجات يعني متكتم عليها، يعني احنا مش عارفين تفاصيل كتيرة حوالين كل ال 18 شهر كانت الحكاية بتدار ازاي، مين انفق من الاحتياطي النقدي، شكل الانفاق كان ايه، هل صحيح ان القوات المسلحة ساعدت الاقتصاد المصري بفلوس كما يعني